ازاي بننزل برنامج الاكسل. نفتح هنا جوجل كروم او اي متصفح انت شغال عليه، نفتح موقع جوجل، هنكتب في السيرش هنا اوفيس OFFICE 2013 داونلود. نسخة 2013 هي النسخة اللي انا مرتاح عليها، ممكن تنزل اي نسخة تانية ولكن انا برشح لك ال 2013. بعد ما تدوس سيرش هيظهر لك هنا اول لينك هتضغط عليه اللي هو من مايكروسوفت، هتدوس عليه كده وهتلاقي هنا كلمة تنزيل، او لو انت عامله بالانجليزي هتلاقي كلمة داونلود. هتدوس على تنزيل، هيبدأ الملف ينزل. بعد ما نزل الملف معاه هينزل بالشكل ده. تمام، هنلاقي هنا كلمة سطب، ندوس على سطب، ندوس انستول ناو. بعد ما خلص تحميل هندوس كلوز، وهنقفل اي حاجة فاتحينها. طبعا انت مش هتلاقي البرنامج موجود على الديسكتوب، هتدوس هنا في السيرش وتكتب اكسل، هيظهر عندك باللون الاخضر. دوس هنا، ممكن تدوس هنا بنت تاسك بار، هتلاقيه نزل هنا اهو تحت. تمام، تقدر تدوس كليك يمين، دوس هنا، يعني دي حاجات انا كنت فاتحها قبل كده. دوس هنا اكسل 2013 هيفتح عندك. دوس هنا كده بقى عندك اهو برنامج الاكسل. طبعا في الحلقات الجاية هنتعرف بقى على كل اللي قدامنا ده، لكن مبدئيا كده انا لو كتبت هنا اي حاجة، قفلت هنا، هتلاقي جايب لي علامة السيف. دوس سيف، اختار الملف تسيفه فين، هنقول على الديسكتوب، غير الاسم بأي حاجة انت عايزها. دوس سيف. تمام، هنلاقي الملف نزل عندنا اهو. لما حاجة هفتحه تاني هلاقي الحاجات اللي انا كنت مسجلها. طبعا برنامج الاوفيس اللي احنا نزلناه هو مش بيكون اكسل بس، هو اكسل وورد وباوربوينت وحاجات تانية، فاحنا بس في الكورس بتاعنا هناخد الاكسل بس. لكن هنا لو عايز تسريش مثلا وتكتب وورد اهو، هتلاقي برضو الوورد موجود عندك، تقدر برضو تدوس بنت تاسك بار، هتلاقيه برضو نزل هنا وتقدر ان انت تفتحه. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة الجاية.